سننتصر قريبا وسنحرق بيوت الطواغيت وسنقطع أوصالهم. أنا هطلق اللحية ومش عاوز ألبس البدلة دي تاني. أنت مش هتطلع ولا تخطي بره البيت ده يا مروان إلا لما نخلص اللي بينا. حاسبنيش على وقت أنا كنت مشوش فيه ومراتي كانت ما بين الحياة والموت. غلط. هو أنت لسه شفت غلط؟ النهارده بس عرفت إني وحيد وعرفت إني اتكسرت. سامحيني يا أمي لو كنت زعلتك في أي حاجة. بالذات موضوع الوحدة ده يعني جربت هذا الشعور، ولو تملك منك والله لو حواليك 200 واحد، انت لو مش من جوه حاسس انك تمام هتنتهي يعني. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من هو مؤذي. كل بيت في الدنيا وارد فيه خلافات، مفيش اسره في الدنيا ما يحصلش فيها. هو يفضل ورانا لغايه ما يخرب الدنيا. في وسط دوشه عالم الفن وزحمته طلع واحد شكله هادي، كلامه قليل بس حضوره تقيل وبيفرض نفسه. طارق صبري. قلت لك قبل كده 100 مرة ما تشغلش بالك بالناس، هتتعب. الناس ما بيهمهاش حاجة ولا حتى نفسها. يسيبوني اطلع يلا والله هسيح دمها. كل ما تحاول تحصره في شكل معين تلاقيه دايما سابق بخطوة. في اللي شايفه فنان مظلوم وفي اللي شايفه نجم بيشتغل بصمت، بس اللي متفقين عليه إن حواليه دايما علامات استفهام كبيرة. هل فعلا هو كده؟ ولا الهدوء ده وراه حكاية لسه محدش وصل لها؟ وسؤال تاني بيطرح نفسه، ايه حكايته مع طريقة أحمد السقا؟ هل هو فنان بيشتغل على نفسه ولا هو عارف ازاي يركب الترند كل شوية لمجرد انه يبقى ترند وخلاص؟ في الفيديو ده هنكشف كل حاجة في حياته ونسألكم، طارق صبري فنان حقيقي ولا لاعب شاطر؟ لكم ايه؟ مفيش واحدة منكم تقدر تمس شعرة مني. طارق صبري ممثل مصري اتولد 6 أغسطس سنة 80 واتربى في مدينة الرياض لأنه كان عايش هناك بحكم شغل والده. طارق صبري ممثل مصري مواليد السعودية عام 1980. بس هو أصله مصري، خلص ثانوية عامة ورجعوا مصر علشان يدخل كلية الهندسة قسم المعمار جامعة القاهرة. بس وهو في الكلية كان دايما عنده ميول للمسرح وبدأ يمثل في الجامعة، وهناك كانت أول خطواته على سلم الفن. ورغم انه خلص كلية هندسة بس بعد كده خد قرار انه يدرس اعلام اذاعة وتلفزيون. القرار ده غير حياته خالص لانه اشتغل كمذيع ومراسل لفترة، لكن التمثيل فضل ينادي عليه وفعلا طارق سمع الصوت. لكن رد فعل والده كان غير متوقع. مهندس يعني وبنزل موقع كل يوم عندي شغل يعني، فحته اني اسيب كل حاجه واخش طالب معهد دي كانت جنان ساعتها يعني. شجعني جدا، ودايما انا بقول الكلام ده لما بتيجي سيره الموضوع يعني ما بالعكس. وقال لي انت حابب ايه؟ انت حابب تشوف نفسك في؟ سيبك مني انا وسيبك من الهندسه وسيبك من كل حاجه. قلت له انا عايز اخش المعهد كطالب، بس يعني انا فاكرك هتبقى ضد حاجه زي كده. قال لي مالكش دعوه بحد. وفي الفتره دي واجه طارق اصعب موقف في حياته وهو مرض والده. والدي توفى. والدي الاول خد شوط، جاله كانسر، كان اكتشفنا يعني متاخر، كان في ستيج 4 لما اكتشفنا، وخدنا شوط شويه في العلاج. كانت فتره طبعا صعبه وواجه تحديات كتير، خصوصا انه في الوقت ده كان لسه بيقرر يدخل المعهد العالي للفنون المسرحيه. التوقيت ده انا كنت بسيب شغلي كمذيع، كان لسه كده قرار مش قادر اخده ان انا اخش معهد فنون مسرحيه. يعني ده حصل في وسط الحاجات. يعني انا دخلت، هو توفى في 2010 في شهر 6، وانا كنت وقتها مخلص شويه حاجات في التقديمات بتاعه المعهد عشان ادخل شهر 9. لكنه بيتخطى كل الصعوبات دي وظهر لينا لأول مرة سنة 2009 في سيت كوم بيت العيلة مع هالة فاخر. كل قابلتهم من ساعة ما رجعت من السفر قالوا لي نفس الجملة وبنفس الطريقة. أي نعم دوره كان صغير لكنه فتح له أبواب كتير. لكن بعد المسلسل ده توفى والده ودي كانت صدمة كبيرة لطارق. بس الصدمة الأكبر بقى وفاة والدته على طول بسبب الزعل على والده. وهنا الدنيا اتقفلت في وش طارق ورجع لنقطة الصفر من قبل ما يبتدي حتى. سنة 11 شهر حاجة كده يعني وتوفى. وده بقى اللي بقوله لك، بعديها بسنة والدتي توفت، وأظن يعني أو أزعم يعني، وناس كتير من قرايبي يعني شايفين يعني نفس أنا بقوله إنها توفت حزنا عليه بعد ما توفى، لأن هم كانوا مرتبطين جدا مع انفصالهم. من بعدها بدأ طارق يعاني من الوحدة لفترة مش قصيرة. عندي خبرة شوية في الحتة دي بالذات موضوع الوحدة ده يعني، لأن جربت هذا الشعور، ولو تملك منك
والله لو حواليك 200 واحد، لو قاعد في اوضه مش عارف تتنفس من كتر الزحمه وكلهم بيكلموك كلهم مهتمين بيك، انت لو مش من جوه حاسس انك تمام هتنتهي يعني. لكنه قدر يتغلب على كل ده، وفعلا في سنة 2012 رجع يمثل وشارك في السيرة الذاتية في مسلسل كاريوكا مع وفاء عامر. هلو كاريوكي. اكون مبسوط قوي لو قعدتي معايا نتكلم شويه. ووقتها ابتدى يلفت الانظار، خصوصا انه كان شكله حلو وعنده كاريزما. بس سنة 2013 كانت نقلة بالنسبة له، لانه شارك في عملين مهمين. اول واحد كان مسلسل ميراث الريح مع محمود حميدة وسمية الخشاب. لا بتكلم بجد طبعا، انت مش هتفضلي كده مقضيه حياتك شغل وخلاص ومسيرك في الاخر هتتجوزي. ودوره في المسلسل كان تقيل، ورغم انه كان لسه وجه جديد وقتها وكان بيقف جنب نجوم تقال، بس برضه موهبته ما اختفتش وبدأت الناس تلاحظ وتتكلم عليه. تاني عمل كان مسلسل الشك مع مي عز الدين. خلاص زهقت من التفكير ومش لاقي لها حلول. وقدم فيه دور الدكتور أحمد، وده من الأدوار اللي سببت ضجة كبيرة وقتها. وجت سنة 2014 غير جلده وشارك بدور ضابط في مسلسل دلع بنات مع مي عز الدين. ايه مالك خفت كده ليه؟ ولا اسمي بيخوف قوي كده؟ وبعدين يعني ده انت هتتجوزي ضابط. برضه واضح ان مي وشها حلو عليه، لكن اتقن الدور بطريقة خرافية، والكلام ده بشهادة الجمهور. وفي نفس السنة شارك في مسلسل دكتور أمراض نسا مع مصطفى شعبان. سوري يا سما، بس اللي بتقوليه ده ما يدخلش دماغ عيل صغير. وده زود من شهرته وسط الزحمة اللي بتحصل في رمضان. وسنة 2015 شارك في مسلسل ولي العهد مع حمادة هلال. حاج انت كده هتفرقهم مش هتلمهم. حاج المال مالك طول ما انت عايش، لكن بعد الموت المال مال ربنا. قدم لنا شخصية مركبة بين الطيبة والطموح. وفي نفس السنة اشتغل مع الزعيم في مسلسل أستاذ ورئيس قسم. ما تحاسبنيش على وقت انا كنت مشوش فيه، ومراتي كانت ما بين الحياة والموت، مبقتش عارف انا اللي غلطان ولا مين اللي غلطان. وده كان بالنسبة له نقلة في مشواره. وفي سنة 2016 ظهر في مسلسل الكيف مع باسم سمرة وأحمد رزق. عملتها ممدوح. مبروك على ايه؟ على الترقية اللي انا احق بيها؟ انت قلت كده بعظمة لسانك. وكان ليه دور مهم، وخصوصا ان المسلسل بيحكي عن تأثير المخدرات. ورجع يشارك مع الزعيم لتاني مرة في مسلسل عوالم خفية سنة 2018. ده عزيزه ايه؟ ده بيشغل مزيكا وبيعمل دوشه، انا كده مش عارف انام. وكان دوره تقيل وليه بعد سياسي. وطبعا مش هننسى دوره في مسلسل البيت الكبير مع سوسن بدر ولوسي. شرايا مراتي وهي، هو انا مش مليانكم؟ قدم في المسلسل دور حسن اللي الناس حبته وقالت انه من اقوى اعماله. وفي سنة 2021 ظهر في عمل وطني من الطراز الاول، وهو مسلسل الاختيار 2. يا عم بقول لك ايام الشقاوه وربنا يسامحنا عليها. هتقول حاجه انت كمان، ما انت كنت خاربها. وقال ان مشاركته في المسلسل ده فرقت معاه جدا. حسيت ان انا اخيرا جالي التكليف، يعني زي ما بيقولوا كده، ان انا هبقى موجود في هذا العمل. لما لقيت بقى كمان الدور في خيرت السبكي، وانا كنت عارف اصلا هذه الشخصيه من قبل كده يعني، وجماعه الضباط اللي معاه المنشقين، كان شويه الموضوع ده معلق معانا كلنا يعني. طارق ما اكتفاش بالتلفزيون والسينما، لا ده كمان شارك في المسرح. لكن المفاجأة اللي كتير ما يعرفوهاش ان طارق مدير مسرح في الزمالك. عملنا له اعاده احياء، المسرح مقفول مثلا من الثمانينات، تجديده واحيائه. طارق صبري بدأ مشواره الفني كمراسل ومذيع، ولكنه قدر يثبت نفسه كممثل موهوب، ومن خلال تنوع أدواره بين الدراما والكوميديا والأعمال الوطنية. وكل دور كان بيقدمه كان بيضيف له بداية جديدة في مشواره الفني. وطارق مش بيتعامل مع التمثيل كأنه شغلانة، وده خلاه واحد من النجوم اللي الناس بتحترمهم من غير دوشة ولا ترندات. لكن من أبرز الحاجات اللي أثارت الجدل في حياته كانت علاقته بالفنانة شيري عادل في أكتوبر 2022، وأعلنوا جوازهم. فجأة من غير أي مقدمات الجمهور اتفاجئ، خصوصا إن شيري كانت متجوزة قبل كده من الداعية معز مسعود. لحد هنا والدنيا تمام. لكن في فبراير 2024 أعلنت شيري عادل على الانستجرام إن انفصالهم رسمي، مع تأكيد على وجود الاحترام المتبادل بينهم، وهو كمان أعلن الموضوع على حسابه. وبعدها سمعنا عن خبر ارتباطه بالفنانة لقاء سويدان، لكنه رد وقال: صديقتي واختي اتصلت باركت لها على الهوا في برنامجها، قلت لها مبروك احنا اتجوزنا، والشائعات يعني شغاله يعني مش ما جاتش على دي يعني. لكن تفتكروا الجدل في حياته خلص على كده؟ أحب أقولك إن الدراما كلها جاية دلوقتي. في الفترة الأخيرة كلنا سمعنا عن خبر طلاق السقا ومها الصغير.
ايوه. طب طارق ماله ومال الموضوع؟ وخصوصا ان دي مش اول مره يتطلقوا، دي تالت مره. وقبل ما يتطلقوا كان في كلام طالع ان في خلاف بين السقا ومراته، لكن السقا رد وقال حسبي الله ونعم الوكيل في كل من هو مؤذي، وكل بيت في الدنيا وارد فيه خلافات، مفيش اسره في الدنيا ما يحصلش فيها خلافات. بس مين حاططكم في دماغه قوي كده؟ الله اعلم، هو يفضل ورانا لغايه ما يخرب الدنيا. لكن المره دي غير، لان الكلام كتير قوي عن الموضوع، وخصوصا البوست اللي نزله احمد السقا يعلن بيه الخبر. البوست كان مليان ايحاءات محدش فاهمها، ووضح انهم انفصلوا من 6 شهور، لكن الطلاق الرسمي كان من 2 شهر بس. لكن سمعنا عن خبر قلب الدنيا حرفيا وولع السوشيال ميديا، وطلعت اشاعات كتير ان احمد السقا بيضرب مراته اللي هي مها الصغير، ومش بيصرف عليها ولا على ولاده. طبعا السقا مسكتش ورن على اعلاميه بسمه وهبه ووضح ان هو مش اللي كتب البوست من الاساس. احمد السقا رد عليا وقال لي البوستات اللي اتعملت واتمسحت كتبتها اخته. اللي بيحصل ده انا ضايقني جدا اللي لقيته، لانه كان في حق اولادي. وبرر موقفه من كل الاشاعات دي وقال احمد اقسم لي بالله انه عمره ما مد ايده على مها، ولا عمره حتى قال لها لفظ. فانا قلت له هو ينفع ما تصرفش على اولادك؟ كان عنده حاله ذهول وصدمه، ووراني حاجات الحقيقه ان هو بيصرف وبكرم وبذخ قد ايه. ومش بس كده، ده قال ان اخر فتره لاحظ ان مها اتغيرت معاه. ما هي انه شخصيتها في الفتره الاخيره اتغيرت تماما وتحولت 180 درجه. قال لي مها ما بقتش مها. والمفاجاه بقى انه قال ان اخر فتره لاحظ ان في حاجات غريبه على موبايله. فقال لي انا اتعلمت التكنولوجيا بسبب اللي بيحصل معايا. كان في عفريت على تليفوني، يعني تليفونه كان يبعت مسجات لناس وتختفي، ويحول فلوس وتختفي. طبعا السوشيال ميديا فضلت تولع في الموضوع اكتر لغايه ما نزل السقا بوست من جديد، لكنه قلب الدنيا، وخصوصا الكلام والايحاءات اللي في البوست. الدنيا ولعت اكتر، لكن كالعاده السقا طلع ونفى الموضوع وقال ان الحساب بتاعه مخترق. قال لي انا كنت بعمل طواف القدوم، فجه من بره نام. قال لي صحيت لقيت التليفونات هتنفجر من كميه الميسد كولز، من كميه الرسائل. وقال لي اولا البوست الكلام اللي فيه ده مش لغتي ولا ده طريقه كلامي. وقال لي بعدها فتحت الصفحه ما لقاش البوست اصلا. وبعدين قال لي كلمت اختي خليتها تدخل تشوف ايه الحكايه، وقال لي انهم اكتشفوا انه في 4 بيعملوا لوج ان كانهم ادمنز وهم مش تبعهم. في ايه يا فنان؟ هو مره اختك اللي كتبت البوست والمره التانيه الحساب مخترق؟ في حاجة غلط محدش فاهمها. وبعدها طلع خبر صدمنا كلنا. ايه هو الخبر ده؟ هو خبر خطوبة الفنان طارق صبري وطليقة احمد السقا مها الصغير. الدنيا اتقلبت والناس هدمتها والسوشيال ميديا بقى اشتغلت والموضوع بقى الترند في لحظة. لكن رغم الثورة دي كلها طارق ومها ملتزمين الصمت، ولا حتى طلعوا نفوا الاشاعة، زي ما يكون سكوتهم ده عايز يوصل رسالة محدش فاهمها. والصدمة ان رئيس تحرير موقع العاصمة هو اللي صرح بالموضوع نفسه. الموضوع حقيقة. طب هي لحقت ترتبط بقصة حب تانية امتى؟ لا أنا ولا أي مخلوق في العالم يقدر يتكلم على فكرة إن مها يوم ما عرفت طارق أو قررت الارتباط بطارق إلا كان بعد انتهاء فترة العيد. والغريب بقى إن السقا واضح عليه إنه مش متفاجئ وساب كل حاجة وراح يحج، زي ما يكون مش عايز يواجه حاجة. أول مرة أحس إنه تعبان عليا، مع إنه هو راجل قوي وراجل مش ضعيف. بس لحد دلوقتي الخبر غير مؤكد، والصح فين محدش عارف. هل دي إشاعات ولا حقيقي؟ برضو محدش عارف. لكن إن الأكيد مع الوقت كل المستخبي هيبان. طارق دلوقتي عنده 45 سنة، لكن مشواره الفني لسه قدامه شوية على ما يقدر يثبت نفسه في الوسط. لكن ما ننكرش إنه قدر يوصل لمكانة كويسة في الوسط، خصوصا إنه دخل المجال من غير أي واسطة، دخل بمجهوده واجتهاده. وآخر حاجة شفناه فيها كان في رمضان 2025 في مسلسل الحلنجي مع محمد رجب. بس خليك فاكر إن أنا وصلت للفلاشات مش هرحمك. ومسلسل بابا جه مع أكرم حسني. ايوه بس احنا كنا محتاجين نشوف الابهات عشان نختار اب مناسب لنيلي. وفي الاخر طارق صبري فنان شكله هادي، بس الهدوء ساعات بيخبي نار، مفيش فضايح ولا صدمات،
وبرضه دايما اسمه في الكلام. هو فعلا بعيد عن الدوشة ولا بيلعبها صح؟ اللي جاي هو اللي هيكشف الحقيقة.